السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع لكم تاني عمو جمال في قصة جديدة من التاريخ، وقصصنا قصص العرب، قصص فيها العجب، فيها النار وفيها التراب وفيها اللهب. قصصنا من ذكريات فاتت بس مليانة حكايات، مليانة حاجات جميلة جدا. قصتنا النهاردة عن التاريخ، عن النعمان بن المنذر وصاحب طي. عشان تعرفوا القصة ما تنسوش لو عجبتكم تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، تعملوا لايكات. استنوني لحظات وارجع لكم تاني. رجعنا لكم وعمنا النعمان بن المنذر كان معاه فرس اسمه اليحموم. كان من اسرع الفرس في العرب، وكان بيحبه عشان بيقدر يجيب اسرع واقوى فريسه في ثواني، وكان بيحب يطلع بيه عشان يصيد. في يوم من الايام طلع عشان يصيد، شاف حمار وحشي وعجبه جدا الحمار، وقال انا لازم اجيبه. الحمار كان سريع وطار، والنعمان كان سريع وطار وراه، يطير والنعمان يطير وراه لغايه ما الحمار اختفى. والنعمان وقف لقى نفسه شماله صح، يمينه صحراء، شماله صحراء، هو وسط الصحراء، هو وسط الصحراء. بس تعب النعمان وبعد بعيد عن الجند بتاعه، والجنود بتوعه مش عارفين هو راح فين. في الاخر خالص النعمان فضل ماشي ماشي لغايه ما لقي خيمه. الخيمه دي لواحد من طي، من قبيله طي في العرب. كان قاعد هو ومراته، ودخل عليهم النعمان، شافوه لابس لبس الملوك بس عليه آثار السفر وباين عليه التعب. أكرموه ونعموه. تاني يوم قال لهم عارفين أنا مين؟ قالوا له أنت مين؟ قال لهم أنا النعمان بن المنذر ملك الحيرة. وفجأة جم الجنود وقالوا له يا مولاي كنت فين؟ حكى لهم كل الحكاية. شكر الراجل من طي وقال له حاضر، مستنيك لو ضاقت بيك الدنيا. انت عارف القصر بتاعي فين؟ هكرمك وانعمك. ومشى النعمان وقعد واتبسط، وعدت عليه الايام ومش ناسي صاحبه اللي خدمه من طيب. بس في يوم من الايام الراجل قاعد هو ومراته وضاقت بيهم الدنيا بعد سنين من موقف النعمان. مراته قالت له هنعمل ايه؟ قال لها هنروح للنعمان وهو اكيد هيقوم معانا بالواجب. قالت له خلاص يلا روح ويمكن فيها الخير. راح الراجل، بس هتحصل مفاجأة. عارفين هيحصل ايه؟ استنوني لحظات اقول لكم ايه هي المفاجأة. المهم يا ولاد، راح النعمان وكان مستني يوم يجمعه ما بينه وما بين الراجل ده، والراجل مسافر. وقبل ما يوصل بيوم حصلت مفاجأة عند النعمان. كان قاعد النعمان مع أصحابه وحبايبه، اتنين من أعز أصحابه، واحد اسمه عمرو بن مسعود والتاني خالد ابن المضلل. خالد ابن المضلل وعمرو بن مسعود. عمنا النعمان شرب، كان العرب بيشرب خمرة كتير، شرب لغاية ما دماغه ضاعت منه، وأمر بقتل أصحابه الاتنين وقتلهم بالفعل. فاق تاني يوم فضل ندمان، ازاي انا قتلت اصحابي وازاي قتلت الاتنين حبايبي، وقعد حزين. وهو كان بيقول اليوم اللي ابقى فيه حزين الراجل اللي هيخش عليا هموته، الراجل اللي هيخش عليا هموته. الراجل بتاع طيب راح في اليوم اللي كان فيه حزين النعمان وقال له ازيك يا نعمان؟ قال له ازيك يا صاحبي من طيب، اطلب كل حاجة عاوزها عشان انت ميت.
الراجل قال له ميت؟ ميت ليه يا عم؟ قال له يا بيت اللعنه انا هموت ليه يعني؟ ده انا جاي لك من اخر الدنيا وانت قلت لي لو ضاقت بيك الدنيا تعالى لي اروح لك عشان تموت. قال له انا كده اليوم اللي يخش عليا واحد وانا حزين لازم يموت. قال له طب مين اللي انت حزين ليه؟ قال له انا حزين ان انا كنت شربت خمره امبارح ودماغي راحت قتلت اصحابي الاثنين. قال له طب انا ذنبي ايه؟ قال له حظك كده. قال له عملت انا معاك خير؟ قال له لا انت لازم تموت، يعني لازم تموت. قال له طب خلاص لو انا هموت سيبني ايه اروح عند اهلي اوصيهم وافهمهم اللي حصل واسيب لهم فلوس واسيب لهم كل حاجه عشان اعرف ارجع. النعمان عطاله فلوس وقال له روح ومستنيك بس بشرط لازم واحد هنا يضمنك. واحد ايه يضمنك؟ كان واقف ساعتها واحد من العرب اسمه شريك ابن عمرو ابن قيس الشيباني. شريك دوا قال له انا ماليش دعوه يا عم، انا ماليش دعوه بالنعمان، انت عاوز تخلع اخلع انا ماليش دعوه. قال له ازاي ده احنا عرب وانت لازم يعني تضمني وانا هرجع لك ما تخافش. قال له لا انا ما اعرفكش ومش هضمنك. كان واقف واحد هناك اسمه جراد ابن اجدع. جراد ابن اجدع قال له انا هوفي بايه بنذرك. راح الراجل ده انا هضمنك وضمنه فعلا. راح الراجل ده مشى اسمه حنظله، مشى حنظله ورجع لمكانه وحكى لمراته وقال له انا قدامي 3 ايام. في اليوم الثاني راح النعمان لعم جراد ابن الاجدع وقال له بكره هموتك. قراد قال له ان غدا لناظره قريب. وجي تاني يوم وجه قرادة عشان يموت. بس حصلت مفاجأة هحكيها لكم بس استنوني وارجع لكم تاني. النعمان قال لازم تموت يا قراد. قراد قال له ما يهمني ما يهمكش خلاص انا هموت. لسه هيدفع السيف عشان يموت لقي راجل جاي من بعيد. والنعمان كان نفسه الراجل ده ما يرجعش عشان العرب ما يقولش ان هو اكرمه والنعمان قتله. وعمال يقول يا رب ما يكونش هو، يا رب ما يكونش هو، يا رب ما يكونش هو، ما يكونش هو، يا رب ما يكونش هو. لحظة وحصلت لقيوه. والنعمان قال له ايه اللي حصل؟ قال له وعدي لازم اوفي بيه. وخالد قال له اللي عملته يا قراد؟ قال له وعدي وفاية لازم اعمل بيه. انعم عليهم النعمان وخلى اليوم ده يوم من التاريخ، تاريخ العرب. نفس الحكاية دي او شبهها حصلت مع سيدنا عمر سيدنا ابو ذر. بس لما نخش بعد الاسلام في حكاياته هنلاقي دهب بجد. لو عجبتكم القصة اشتركوا في القناة واعملوا لايكات فعلوا الجرس. وببعت سلامي ليكم من سجدة حبيبتكم وابرار ما بيطلعوش معايا عشان هم اللي بيصوروني النهارده يتعلموا المونتاج ويبقوا حلوين قوي قوي قوي. سلامي لسجدة وابرار، استنوني حل انا ارجع لكم تاني.